فسواء في التمثيل او في الدرامز ابوك الفني صلاح جاهين. طبعا حبيبي، الله يرحمك، الله يرحمك ويحسن اليك. فضله كبير عليا وعلى ناس كتير قوي في الوسط الفني، وشفت على ايده ناس اعتقد ان ناس من جيلي ومن الجيل اللي قبلي يتمنوا ان هم يشوفوهم. يعني استاذ يوسف شاهين شفته هناك، داليدا، سعاد حسني، ماجدة الرومي اول ما نزلت مصر ايام عودة الابن الضال. شفت ناس كتير قوي. فاروق الفيشاوي اول ما بدأ. بهاء كان صديقي يعني من الروضه، من نفس المكان اللي انا ساكن فيه. وتعرفنا على بعض وخدني عرفني على الاستاذ صلاح او عم صلاح زي ما كنت بقول له. وهو كان السبب في يعني اذا كان هناك اسم شريف منير الذي يلمع في الوسط الفني او في الفن، فكان سببه ربنا الاول وعم صلاح طبعا. فاكر له ايه؟ فاكر اكتر حاجات بتفتكرها له؟ فاكر له اكتئاباته او فاكر له كل حاجه؟ يعني لما كان بيبقى مكتئب كنت بفتكر، لما كان يبقى طفل اشوفه، لما يبقى مهموم بحدث سياسي حصل كنت بشوفه، لما كان في الفوازير بقى، لما كان بيعمل الفنانه نيلي الفوازير بتاعتها، انا كنت بقعد معاه مثلا من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 2 بالليل، قاعد معاه في مكتبه في بيته. فكنت اخش عليه ساعات المكتب ابص الاقيه قاعد، بيبقى قاعد على شезлونج كده وفارد رجله على بوف كده، وعلى جنب كده ماسك ورقه صغيره كده مقطعه من كل ناحيه، لاقاها قدامه، ومعاه قلم رصاص صغنن كده، ويطلع لسانه ويعمل كده. فيقول لي بص كده اقرا، فاقرا الاقي حاجه لطيفه جدا. فهو كان راجل يعني خلاق جامد جدا وكرياتيف وبيحب المزيكا وبيحب التمثيل وبيحب كل حاجه. كان راجل جميل وكان كريم وخير، علمني الكرم وعلمني ازاي ابقى انا لو في مقدرتي اساعد حد طالما اقدر يعني. كان طيوب وجميل وطفل يعني. لما توفى الله يرحمه انت كنت شفته قبلها بكتير؟ كنت كل يوم معاه، بس في اليوم ده كنت بصور مسلسل بكيزة وزغلول مع الأستاذة سهير البابلي ومدام إسعاد يونس، وبعدين خلصت التصوير ورجعت على البيت عنده، قعد يعني أنا كنت بصور في الزمالك وهو في المهندسين. فرحت خبطت، ما حدش فتح، كانت الشقة اللي جنبه على طول المذيعة ماجدة عاصم. فتحت الباب قالت لي يا شريف ده ما فيش حد هنا. قلت لها هو سافر ولا ايه؟ ما قاليش يعني. فقالت لي لا هو تعب قوي وراح المستشفى، كان في مستشفى الصفا. وزي الافلام رحت المستشفى جري، لقيت الناس واقفه بره كتير قدام باب الاوضه، فدخلت الاوضه لقيت السرير فاضي والمرتبه معموله كده. فكان يعني ده كان الحزن التاني بعد امي اللي حزنته. يعني في ناس في النص من قرايبي واعرفهم ماتوا، قلت لا حول الله انا لله وانا اليه راجعون وكده. انما لما صلاح مات انا تعبت وعيطت وبقيت ماشي في الشوارع يعني بجد مش فاهم حاجه، يعني مش عارف مين اللي هيقف جنبي بعد كده. يعني لقيت حد يقف جنبك بعد كده؟ ربنا طبعا. ما حدش تاني. لا كل حاجه انا فيها النهارده بمجهودي. وايه الصوره دي؟ الواد فؤاد كان صغنن في الوقت ده. فؤاد ابنك ده كان في فيلم اللبيس، اخراج اشرف فايق، وكنت انا قاعد اهو فؤاد ومدحت صالح والمخرج اشرف فايق وانتصار. احكي لنا عن مدحت صالح شويه. مدحت صالح صديق طفوله، مش طفوله، صعلقه. كنا يعني زي المليونيرات كده، لما ما كانش معانا فلوس ومعانا فلوس ما تفرقش معانا. وكان عنده عربيه سيات بيضه صغيره كده، وكنت انا اللي بزق طول الوقت يعني ننزل في حته ونرجع، فيدور يقول لي يلا انزل. ايه اللي خلاكوا تقربوا من بعض كده؟ مدحت طيب جدا جدا، وطبعا ساعات بيعمل حاجات متهوره في حياته، وساعات بيعمل حاجات بتأذيه هو شخصيا. انما مدحت طول عمره خير جدا، والفلوس عنده ملهاش حساب، يعني ما بيفكرش في حكايه الفلوس دي خالص.